لما ترجعوا بالبضاعة المطلوبة. لا رايح فين؟ انت هتفضل معايا هنا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة. وده كان اتفاقك مع رحيم؟ معلش في شوية لبش كده في المينا، فانت هتفضل معانا ناخد ونس بعضينا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة، ولا تحب بقى اخلي العربيات قبل ما تتحرك ترجع المخازن تاني وهو نوفر بنزينها؟ بص يا معلم، لما تتفق مع رحيم السيوفي على حاجة هتتعور قوي قوي لما ترجع فيها. هشام اجهز. ماشي، يلا يلا يا عمنا. يلا رجاله نجهز بسرعه. بطل بقى. عبودة، ايه الاخبار؟ والله انا مش مطمن، عربيات داخله وعربيات خارجه، مش فاهم حاجه. بص يابا، انا مش هتحرك الا لما افهم ايه التيتا. طب فتح لي دماغك معايا يا عبودة. ماشي. انا جاي بالعربيات الفاضيه صح؟ ماشي. رحت المينا حملتها بالبضاعه السليمه. امين. وانت في عربياتك هنا البضاعه المضروبه. جميل. حلو قوي. احنا هنبدل البضاعه المضروبه بالبضاعه السليمه وناخد احنا البضاعه السليمه وارجع بالمضروبه على المينا. ايوه الله يفتح عليك. كده انا فهمت. يلا معانا. يلا بينا. وصلوا؟ تمام تمام تمام. العملية شغالة يا عماد بيه. العملية لسه هتبدأ. يا ما نفسي يا عماد اشوف الواد هشام وهو بيتعسر قدام عيني. إن شاء الله لما يروح السجن يبقى أزوره. ما يلا يا رجالة بقى والنبي. تعالى يا شباب. يلا هشام بيه. اتفضل يا أبو كمال. قال لك إيه بقى؟ قال لك شيك في اليد خير من بضاعة بايرة. كلها خسارة يا عماد بيه. خسارة إيه بس؟ أنا مديك ربع ثمن البضاعة. وبعدين كده كده الحكومة كانت هتقفشها وتروح عليك خالص. أحمد ربنا الخسارة قال. يا راجل الخسارة كلها أهي. هي دي الخسارة. سيد خسر كل اللي حيلته ولسه بطل. خليك قدوتك بقى. رايق قوي انت يا عم عماد. ايه؟ انت شيل الشيك في جيبك ليه؟ عايز ترجعه هات. أنا خايف من رحيم. اشمعنى؟ أكيد هيعرف إن أنا اللي ورا المغرز ده ومش هيسيبني. وبعدين؟ بعدين إيه يا عماد بيه؟ ده رحيم. أنت ليه حاطط إيدك في مية ساقعة كده؟ انا بحب المساعة جدا تصدق؟ رايق يا عم عماد. تعالى الراجل ليه؟ انت خايف يعني يا رحيم يفهم ان ده مغرز؟ سهلة. احنا بقى نقلب عليه الترابيزة. عارف هتعمل ايه ولا اقول لك؟ لا. بص يا سيدي، انت هتروح له وتمسك في خناقه وتقول له بضاعتي فلوسي شقايه وتشد قوي في الموضوع ده. ده هيخيل عليه؟ هيخيل وهتشوف. بس اتقل انت عليه خالص وما تكلموش نهائي لغايه ما نشوف هو هيعمل ايه. حلال عليك يا عم كيمو، اي جنيه تطلع بيه منه. ماشي يا كمال؟ ماشي. تمام. اطمن يا سيدي. الف مبروك يا كمال.
ايوه يا هشام. ايوه رحيم. ايه؟ الحكومه هجمت علينا يا رحيم. انت بتقول ايه؟ انا هربت. مسكوا عبوده. مسكوا عبوده والرجاله. اعمل ايه يا رحيم؟ ما تطلعش على القصر. اطلع على الحاجه هدايا. ايوه اعمل زي ما بقول لك، انا هكلمها دلوقتي. بسرعه قلنا يا رحيم، بسرعه بسرعه. ايه في ايه؟ الحكومه عملت كبسه على هشام وعبوده، بس هشام فلت. يا نهار اسود. طب ده احنا لازم نرجع بسرعه. هنرجع نعمل ايه؟ خلاص اللي حصل حصل. انا قلت له روح يستخبى عند الحاج هدايا. خلينا نخلص الشغلانه اللي احنا جايين لها دي. ايوه يا حاجه. معلش اسف صحتك من النوم. بقول لك ايه؟ روبي. روبي. نعم. انا اسف، ما تزعليش من اللي قلته. مفيش ام تزعل من ابنها ابدا. روبي كنت عايز اقول لك على حاجه كده. طول عمري نفسي اقول لك يا ماما، بس بصراحه لما بشوف حلاوتك وطعمك بس يا واد. انت عارف كل مره بتقولي روبي فيها بسمعها كانك بتقولي يا ماما في وداني. انا قاعده بتكلم معاك ليه؟ انا زعلانه منك اصلا. الله، هو انا مش لسه مصالحك؟ ده انت مش بس عايز تسيبني وتسافر، ده انت كمان رايح تقول لرحيم قبل مني انا. في حد يخبي على امه حاجه زي دي؟ وازاي اصلا اهون عليك تسيبني وتسافر؟ ازاي يا ستي؟ ده لسه مجرد تفكير، انا ما خدتش قرار. وبعدين انا كنت زعلان من اللي عمله سيد وانت ما ردتيش عليه. مهما كان اللي بينا، مهما كان اللي حصل، لازم تيجي وتحكي لي برضه يا زياد. يعني اشوفك بتكبر قصاد عيني يوم بعد يوم لحد ما بقيت راجل زي القمر، وبعدين في الاخر عمتك تيجي تاخدك على الجاهز. طب افرضي دلوقتي جالي عقد عمل بره، مش هتخليني اسافر؟ لا طبعا. ايوه طبعا. تسافر ايه وبتاع ايه؟ انا اللي هشغلك، وانا اللي هختار لك عروستك، وانا اللي هجوزك واربي عيالك واشوفك بتكبر قدامي كده لحد ما تبقى راجل مال وهدومك. تقول لي اسافر بره؟ بره ايه وبتاع ايه؟ يا ستي انا لسه ما خدتش قرار زي ما قلت لك، والله مجرد تفكير. ما تفكرش اصلا، الموضوع ده ما يجيش في بالك من اساسه. انت ازاي يا زياد بتفكر انك تسيبني؟ ازاي؟ انا مش قادره افهم. اذا كنت انا مش قادره اسيبك هنا واروح اقعد مع سيد، انت عايز تسيب البلد كلها؟ طب ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش انا ممكن يجرالي ايه من بعدك؟ انا مش هسافر واسيبك. حبيبي حبيبي ونور عيني كمان. سبت عماد بره الفيلا، دخلت لقيت رحيم جوه، والاتنين بيطلبوا مني نفس الطلب في نفس الوقت. الاتنين عايزيني. وانتي عايزه ايه؟ ساعات بحس ان الاختيار سهل، حتى مش محتاج تفكير. عشان بتختاري بقلبك؟ انا بكره الكلام ده، كأن الانسان بقى اتنين، قلب وعقل. مفيش حاجه اسمها كده. في انا عايزه ايه؟ قلبي وعقلي حاجه واحده بس اسمها داليا. داليا، انت بتفكري بعقلك زياده عن اللزوم. علشان مش شايفه الفرق. العقل والقلب واحد. العقل بيستقبل المشاعر والافكار، والقلب بيدق على اساسه. يعني لو العقل كره القلب مش هيدق، ولو العقل حب القلب هيدق. عشان كده انا مش شايفه الفرق. طيب بصي يا ستي، المقصود بالقلب والعقل هو الفرق بين واحد بيفكر في كل حاجه وبيحسبها بالورقه والقلم. الناس اللي بتحسبها بالورقه والقلم بيفكروا في كل تفصيله، والناس التانيه اللي بتمشي ورا قلبها من غير ما تفكر. الناس بقى بتختزل كل ده في جمله واحده، صراع القلب والعقل. وانتي واحده من الناس اللي بتحاول تصدر انها بتفكر بعقلها طول الوقت بتحسبها، بس انا عارفه كويس انك بتمشي ورا مشاعرك اكتر ما بتحسبيها. ولو قلت لك اني مش بحب مشاعري؟ طب انت سامعه الجمله اللي بتقوليها؟ سامعاها. جمله واحده بتتعذب، ولا جمله واحده خايفه تمشي ورا مشاعرها؟ تاني هترجعي لموضوع القلب والعقل ده. داليا، هو انا ليه بحس ان كل ما تقربي من رحيم المشاكل بتزيد، برغم ان انا عارفه كويس قوي انك بتحبيه هو ومش بتحبي عماد.
ايه اللي بينكم؟ ايه اللي مخليكي مش قادره تبقي معاه؟ مفيش. طريقة حياته، شغله، أسلوب العيشة اللي عايشها كده يعني، مفيش حاجة. انت عارفه كل ده من زمان. في حاجه تانية يا داليا؟ مفيش حاجة أقولها. في حاجه يا داليا، قولي كل اللي جواكي عشان اقدر اساعدك. أتكلم أقول إيه بس؟ في حاجه تقوليها بس انت بتقاومي. أنا مش بقاوم. بتقاومي. اقول لك الدليل؟ اكبر دليل يا ستي انك عقلك الباطن ألح عليكي وفضل يزن لغايه ما جابك لغايه هنا عشان تحكي لي، علشان يزيح هم تقيل من على قلبك. بس عقلك الواعي بقى يا ستي رافض، وبيحاول يقنعني انه مفيش اي حاجه خالص، والمشكله اسلوب حياته الغلط، وده مش حقيقي. ده عقلك الباطن انت اللي بقولك كده. ده مش حقيقي يا داليا. داليا، في حاجه بينك وبين رحيم، احكي لي عليها عشان اقدر اساعدك. مفيش حاجة أقولها. على فكرة يا مدام حنان، كل الفايلز دي موجود منها نسخة سوفت كوبي على اللابتوب. ماليش فيه يا اخوي، انا احب امسك الورق في ايدي عشان افهم. انا دبلوم تجاره. اللي حضرتك تشوفيه. انا عايزه افهم بقى، اتفضلي. البضاعه متاخره ليه في المينا؟ دي كانت واقفة على شوية إجراءات، وكانت المفروض مدام أمينة يعني الله يرحمها يا اخوي، مالها بقى؟ يعني كانت المفروض هتخلص الإجراءات، وكانت المفروض هتخرج الحاجات دي الأسبوع اللي فات، بس طبعا اللي حصل ده أخرها. مين بيدفع الارضيه؟ انا يهمني اعرف الفلوس خارجه من عند مين؟ للأسف الشركة يا مدام حنان. لا حول ولا قوه الا بالله، وهو ده يرضي ربنا؟ ما هو يا مدام حنان، العميل اللي احنا استوردنا البضاعة لصالحه دفع كل فلوسه كاملة. لا حول ولا قوه الا بالله. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش في ميتنج. مدام حنان، معانا امر من النيابه بالقبض عليك. الحكومة هجمت هانة على رجالة الحاجة هداية، كانوا مستخبيين، ما تحملوا البرد، خرجوا ولعوا نار، الحكومة لقطتهم، حصل ضرب نار، الحكومة صفتهم. طب والعربية المتحملة بالسلاح؟ ما كانت معهم، ومن وقتها ما نعرف عنها شيء. يعني راحت فين؟ طب البضاعة اللي عليها ما ظهرتش معايا تاجر؟ انت موافق على الكلام ده يا شيخ وليد؟ انا قدرت اوصل لخط سير العربيه، واخر حته وقفت فيها، واخر مشوار قامت بيه. هو ده الكلام اللي احنا عايزين نسمعه. قول لي بقى، اخر مشوار العربيه كان فين؟ كان هناك. داليا. رنيم.